أول من فتق لسانه باللغة العربية هو إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب هل معنى ذلك إن إحنا أصل العرب؟ لا، الكلام ده مش صحيح أصلا. جميع العرب من نسل مصر غير صحيح، لأن العدنانيين لهم صلة قرابة بالسيدة هاجر أم إسماعيل عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام. من الناحية التاريخية يا أخي الكريم، فمن الخطأ اختزال أصلا الهوية العربية في أب واحد أو في أم واحدة، لأن أنا قلت لك قبل كده إن العروبة دي مش عرق، العروبة دي مش عرق، العروبة دي هوية، العروبة دي ثقافة، العروبة دي أصلا مستمدة من هويتنا الأصلية. أنت عارف يعني إيه الهوية؟ يعني إيه الهوية؟ عارف يعني إيه الهوية؟ الهوية يعني من هو؟ من أنت؟ أنت مين؟ الهوية هو أنت مين؟ إحنا المصريين لم يتحدثوا أو لم يتكلموا اللغة العربية صراحة ووضوحا إلا عندما دخل الإسلام إلى مصر في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه. ذلك الله عز وجل يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا. يبقى لما يجي مثلا الله يرحمه بقى الرئيس السادات أو أي حد مصري شايف نفسه ويقول لك إحنا أصل العرب وهم اللي جايين مننا، بلاش جاهلية، بلاش غرور كاذب، بلاش تزوير للتاريخ. اقرأ التاريخ الأول قبل ما تطلع تفتخر بتاريخ أنت أصلا ما تعرفش ولا قارئ عنه حاجة. على فكرة أنا مصري، أنا مصري زي زيك، بس الحق حقا يتبع. احنا بنتعلم في المدارس وبنعلم الشباب والأولاد والأطفال علشان ما يبقاش عنده تعصب أعمى، ما يبقاش عنده جاهلية، ما نحن نتبع الدليل الكتاب والسنة. الخلاصة يا اخوانا، العرب الاصليين اللي هم العرب العاربة جايين اصلا من اليمن، من قبيلة قحطان اللي هم العرب العاربة. ده رقم واحد. رقم اتنين، في صلة قرابة بين العرب وبين المصريين اللي كانوا ساكنين في مصر. من ناحية ايه؟ من ناحية سيدنا اسماعيل اللي تزوج من قبيلة جرهم. علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ انكم ستفتحون ارضا وهي ارض تسمى القيراط. فين الارض دي؟ كانت في مصر. فإن لهم ذمة ورحمة. الرحمة اللي هم مين بقى؟ اللي هم جايين من هاجر أم إسماعيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى مين جده؟ هو إسماعيل اللي خرج من مصر وذهب إلى شبه الجزيرة العربية. عرفت ليه النبي استوصى بينا خيرا؟ علشان جده إبراهيم كان فين؟ كان في مصر. الخلاصة اللي عايز أقول لك عليها، في بيننا وبين العرب، طبعا احنا المصريين بقى، في بيننا احنا المصريين وبين العرب اللي هم عايشين معانا دلوقتي دول جهة قرابة اصلا. من ناحية ايه؟ من ناحية الجد الاكبر وسيدنا اسماعيل. سؤالي ليك بقى، احنا المصريين او العرب اللي هو بقى الامارات والكويت وقطر والسعودية والكلام دول عرب عاربة اصلا ولا عرب مستعربة؟ العرب اللي جه منهم سيدنا اسماعيل، كل اللي احنا عايشين معاهم بقى في الخليج وفي مصر، اصلهم اصلا عرب ولا عرب مستعربة؟ عرب مستعربة يعني ما كانوش عرب في الاصل اصلا، لان اصل العرب العاربة كانوا جايين من اليمن. فلو في حد عايزين نشكره اصلا نشكر العرب العاربة اللي اتعلمنا منهم اللغة العربية، وهم اليمنيين اللي قال النبي الامين في شأنهم ارق قلوبا. عن من؟ عن اهل اليمن. فحفظ الله مصر وحفظ الله اليمن وحفظ الله العرب العاربة والعرب المستعربة. الفيديو القادم ان شاء الله هنتكلم سيدنا ابراهيم كان بيتكلم انهي لغة، سيدنا اسماعيل اصلا قبل ما يتعلم اللغة العربية ويتزوج بينهم كان بيتكلم انهي لغة، السيدة هاجر كانت بتتكلم اي لغة، والمصريين القدماء اصلا كانوا بيتكلموا اي لغة. ارجو تشترك معنا في القناة دي وتشير الكلام المفيد ده، لان قليلة من الناس اللي تعرفه او تسمع عنه. بس كده خلصت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.